وما تمكنش من متابعة أي إذاعة، ولكن رأيي فيما حصل في ليبيا يعني شيء محزن أن تؤول الأمور في ليبيا إلى ما آلت إليه، وأن الاقتتال بين الأخوة وبين الأشقاء وبين المسلمين يعني شيء أحزنني، وتمنيت يعني أن ما تصلش الأمور لهذه الدرجة، وأن كل مشاكلنا وكل قضايانا نحلوها بالود وبالتراحم ونحلوها. يعني احنا مسلمين واحنا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يجب أن تكون كما وصفنا الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم أشداء على الكفار، فتكون الرحمة بيناتنا وما يكونش بعنف وما يكونش قتل. وكل دم ليبي راح في هذه المأساة يعني أثر فينا وزعلنا يعني أثر فينا كثير، ولكن إن لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر الله وقدر الله وما شاء فعل. نعم تفضل. نعم، فيما يتعلق بوضعك حاليا كيف هو بالضبط؟ والله يعني مش عارف شو نقول لك. أنا يعني مجموعة قامت بمداهمة محاصرة بيتي، وأنا الآن نزلت في البيت لكن هم موجودين في الخارج. الآن أمور هديت قبل ساعات، يعني كان هناك رماية شديدة وحتى بعض الانفجارات يعني في محيط البيت وخاصة في البيت، لكن الآن الأمور هديت وإن شاء الله الأمور تكون أفضل ويرجع الأمن والأمان لكل ربوع ليبيا ولكل ربوع العالم الإسلامي إن شاء الله. إذا أنت في بيتك الآن، هل أعطيت الأمان حتى تبقى في البيت دون إلقاء القبض أو دون إيذائك؟ نعم هذا صحيح، وهذا اللي تم والحمد لله يعني. وهل ترى في ذلك سيد محمد مؤشر للتراحم والذي أشرت إليه قبل قليل؟ هذا مؤشر طيب برأيك؟ والله أكيد أن هذا مؤشر جيد، وأتمنى هذا مش محمد فقط، هذا لأي شخص، أي ليبي، أي شخص كان موجود في الدولة الليبية، أي مواطن ليبي يعني موجود مهما كانت وظيفة يعني. والحمد لله أنا معلش نتكلم عن نفسي شوي يعني. الحمد لله الليبيين عارفين من هو محمد، واشتغلت في كل شيء، اشتغلت يعني بكل صدق وبأمانة من أجل أول حاجة كان واجب وطني وواجب إنساني، ومن أجل رفعة الشعب الليبي وتقدمه وازدهار ليبيا، وطبعا كانت ممكن في بعض المعوقات، ولكن الحمد لله يعني صبرت أنا مش وحدي، طبعا معي زملاء كثير ومعي والحمد لله رب العالمين. نعم. محمد عارفين الليبيين، وكنت حريص في شغلي ان ادي جهدي على اكمل وجه، ونرضي الله سبحانه وتعالى اولا، وكون مواطن صالح للوطن وبار بوالديه، فاتمنى يا ربي يوفقني في ما قمت به. والحمد لله انا حتى لما تعرض لهديه من اي شخص كان قريب او بعيد، دائما كنت موكل امر الله سبحانه وتعالى، وليس لدي روح العدوانيه ولا روح الانتقام ولا روح العدو ولا روح عدوانيه ولا تعالي على الناس، بالعكس. نعم سيد كل الليبيين، وكنت محب الخير لكل الليبيين يعني في الماضي وفي المستقبل ان شاء الله. أشرت قبل قليل إلى المآل المحزن الذي آلت إليه البلاد، يعني لا نريد أن نكب ملحا على جرح ما زال نازفا، ولكن من يتحمل مسؤولية المآل الذي وصلت إليه ليبيا الآن؟ والله لو تسمح لي يعني أنا يعني لا أستطيع أن يعني لا أعرف خفايا الأمور، ولست موجود في الأجهزة الأمنية ولا في الأجهزة الرسمية للدولة، ولست موجود في الشارع بصورة واضحة لدولة في المنطقة الشرقية لأعرف ماذا حدث، ولكن غياب الحكمة وغياب الرؤية الواسعة والثاقبة هو اللي
هو اللي وصل الفيديو إلى موجود إليه. وأعتقد أن مشاكلنا كانت سهلة وكانت بسيطة، وكان يمكن تحل المشاكل نعم. سيد محمد، الشعب الليبي الآن يستمع إليك. لو أردنا أن تحدثه من القلب وأن توجه رسالة إلى الليبيين وهم يستقبلون عهدا جديدا. أنا أتعرض له اليوم الآن. نحن هذا الطلق الناري حول بيتك؟ حول بيتي، في بيتي في بيتي في بيتي في بيتي في بيتي. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا داخل البيت أم خارج البيت؟ أيوة. إن شاء الله سليم الوضع. الأخ محمد. نعم يا سيدي، سلامتك. إن شاء الله الطلق هذا داخل بيتك؟ نعم. بين من ومن؟ ليس لي. نعم. يعني للأسف الصوت يقطع ونحن نقدر وضعك الآن. من يطلق النار سيد محمد؟ ليس لدي أي فكرة. أنا داخل البيت. يعني